مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، ونبدأها بأهم وأبرز العناوين. توفير مياه الشرب النقية في الإقليم الجنوبي. تنظيم دورة تدريبية للشباب في مصوع. حملات توعوية لإصحاح البيئة في أعالي القاش. تركيا تحذر من أي فراغ أثناء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. مزارعو فرنسا يرحبون بدعوة الاتحاد الأوروبي للإبقاء على ميزانية كبيرة. وفاة 84 هنديا على الأقل بسبب شرب الخمور الملوثة. مرحبا بكم. للعناوين إلى التفاصيل. أوضح مسؤول المياه في الإقليم الجنوبي السيد كبرون مسقنة عن حصول 79% من سكان الإقليم على المياه الصالحة للشرب. وقال في تصريح لوكالة إيرينا أن الكثير من مشاريع المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية والتيار الكهربائي قد أرسيت خلال السنوات الماضية في قرى وبلدات ومدن الإقليم الجنوبي. وأشار إلى تنفيذ 11 مشروعا للمياه العام الماضي فقط بكلفة بلغت حوالي 16.6 مليون نقفة لخدمة أكثر من 40 ألف مواطن في 16 قرية ومدينتين. كما أوضح عن صيانة البنى التحتية المعطلة لخدمات المياه، حيث تم خلال عام 2018 إصلاح 28 محطة توزيع للمياه و250 مضخة. كما أشار مسؤول المياه في الإقليم الجنوبي السيد كبرون مسقنة عن تنظيم دورات تدريبية للجان المياه في القرى لإدارة مشاريع المياه وضمان استمراريتها، داعيا السكان لاتخاذ المبادرات البناءة وتنسيق قدراتهم لتطوير وضمان ديمومة مشاريع المياه. تلقى 158 من الشباب القادمين من ضاحيتين بيرمي وحرقيقو وثلاث ضواحي بمصوع، والذين تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 35 عاما، دورة تدريبية ل4 أشهر في مركز التدريب المهني بمصوع في مجالات البناء والكهرباء والإلكترونيات والمجاري وصناعة شباك الصيد وتقانة البحار. وقال مدير مركز التدريب المهني في مصوع الأستاذ سليمان جابر في مراسم التخرج بأن المركز يقدم التدريب للشباب الذين قاطعوا التعليم الأكاديمي لأسباب مختلفة، حيث درب حتى الآن أكثر من 300 طالب في غضون عامين. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان بأن الشباب المتدربون سيحصلون على أدوات العمل لتمكينهم من الشروع في العمل. كما تبذل الجهود لتطوير المتدربين في مجالات الصيد وصناعة شباك الصيد في جمعية تعمل تحت إشراف وزارة الثروة البحرية. ومن جهته أشار المدير العام لقسم تعليم الكبار والإعلام في وزارة التعليم السيد قبرزق دمام إلى جهود وزارة التعليم لتوسيع التدريب المهني وإيصاله للجميع. وأوضح المشاركون في الدورة عن مقاطعتهم التعليم بسبب العديد من المشكلات الاجتماعية، معربين عن ارتياحهم للحصول على فرصة التدريب المهني. هذا وقد أنشئ مركز التدريب المهني في مصوع عام 2017. تبرع الإريتريون المقيمون في العديد من دول المهجر بمبلغ 8400 يورو و6000 دولار أمريكي و72,000 نقفة و1650 دولار كندي وأكثر من 1500 ريال سعودي لإعالة أسر الشهداء وتنمية صندوق أمانة الشهداء. وأفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن مجموعة بالاتوك شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية تبرعت بمبلغ 6000 دولار أمريكي، وجمعية 20 من يونيو في الشافنبيرغ الألمانية ب2600 يورو، وجمعية إيرترو جيرمان ب30,000 نقفة، والجالية وفرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في مدينة جيسن الألمانية ب650 يورو لإعالة أسر الشهداء. كما تبرعت الجالية الإريترية في فالان وضواحيها بفرانكفورت الألمانية ب5150 يورو، وأسرة المرحومة سرقيب بهتا والمرحومة رقاش غشي لؤول ب22,000 نقفة، والمواطن ناتس اسمرون ب20,000 نقفة، ومواطن آخر من الرياض بالسعودية طلب عدم ذكر اسمه ب1523 ريال سعودي. والتلاميذ الإريتريين في مدينتي هاملتون وبرلينتون الكندية ب1650 دولار كندي لصندوق أمانة الشهداء.
نظمت في مديرية علي القاش العديد من الأنشطة التوعوية لإصحاح البيئة ومكافحة الأمراض المعدية بالتعاون بين إدارة المديرية ومكتب وزارة الصحة في إقليم القاش بركة. وقد وجهت خلال الحملات التوعوية الدعوة لمدراء الضواحي للقيام بدور فاعل في جهود إصحاح البيئة لدورها الهام في ضمان الصحة العامة ومكافحة الأمراض. هذا وتأتي مديرية علي القاش في المرتبة الأولى في إقليم القاش بركة من حيث كثرة الضواحي والقرى المنتشرة فيها. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله لمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنه ينبغي أن لا يكون هنالك فراغ أثناء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قد قال سابقا أن واشنطن ستترك نحو 400 جندي في منطقتين سوريتين، مما يمثل تغييرا في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمهد الطريق أمام بقاء قوات لحلفاء الولايات المتحدة في سوريا. وقال أكار أيضا أنه كرر دعوته إلى خروج مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا السيطرة عليها. لكن مسؤولا في الإدارة قال أن ترامب اقتنع بانضمام نحو 200 جندي أمريكي إلى عدد يتراوح بين 800 إلى 1500 جندي في المجمل من دول أوروبية حليفة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا ومراقبتها. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي مهدد بانقسامات داخل التكتل ومنافسة حادة من تكتلات تجارية أخرى، داعيا إلى توفير ميزانية ضخمة للدفاع عن أهداف الاتحاد ذات الصلة بجودة الغذاء وحماية البيئة. ولغت كلمة ماكرون التي ألقاها خلال معرض زراعي سنوي في باريس ترحابا شديدا، على عكس ما حدث قبل عام عندما استهجنها مزارعون قاضبون من ضعف أسعار المنتجات. وقال ماكرون أن فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي أن يضغط من أجل تغييرات في قواعد الزراعة بمنظمة التجارة العالمية وتعديل معايير الغذاء في الدستور الغذائي للأمم المتحدة. وتعد فرنسا أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي والمستفيد الرئيسي من السياسة الزراعية المشتركة التي من المقرر إعادة التفاوض بشأنها هذا العام، في الوقت الذي تتجه فيه بريطانيا إلى الخروج من عضوية الاتحاد. وتريد المفوضية الأوروبية أيضا أن تجعل الزراعة بعيدة عن المباحثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهي مباحثات تشهد خلافا مع واشنطن التي تهدد بفرض رسوم جمركية عقابية على السيارات الأوروبية. قال وزير الصحة في ولاية آسام الهندية أن 84 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر تناول خمور ملوثة في الولاية الواقعة بشمال شرق البلاد، كما تم نقل نحو 200 آخرين للمستشفى. وتأتي الواقعة بعد أقل من أسبوعين من وفاة أكثر من 100 شخص بعد تناول خمور ملوثة في شمال الهند. فقد استهلك العمال الخمور الملوثة بالكحول الميثيلي، وهي مادة كيميائية تهاجم الجهاز العصبي المركزي ليبدأوا بعد ذلك في فقدان الوعي. وقد تم القبض على مالك مصنع للمشروبات المحلية و8 آخرين، وذلك وفقا لتصريحات مسؤول الشرطة لأسوشيتد بريس. وأضاف أن الشرطة تلاحق أشخاصا آخرين يعتقد أنهم على صلة بالواقعة كجزء من تحقيق مستمر. النحلة العملاقة التي تعد أضخم نحلة في العالم شوهدت للمرة الأخيرة عام 1981 من قبل أحد العلماء واختفت عن الوجود. وهذا العام شوهدت نحلة أنثى في إندونيسيا وقد تم توثيقها بحسب ما قالته جامعة أسترالية. النحلة التي تعرف باسم نحلة والاس العملاقة شوهدت يناير الماضي في جزيرة نورث مولوكاس التابعة لأندونيسيا من قبل فريق أبحاث دولي أثناء مهمة للبحث عن الأنواع النادرة بحسب ما صرحت به جامعة سيدني. ويبلغ طول جناح هذه النحلة التي وجدها الفريق على شجرة ارتفاعها 8 أقدام بوصتين ونصف، وتعتبر الأكبر في العالم، حيث تضع بيضها في أعشاش. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.